هتعمليه بقى وتاكلي منه بعد ساعة، بعد ساعة بالظبط هيكون جاهز معاكي أجمل وأسهل وألذ وأطعم وأسرع مخلل بعمله، وبعد ساعة على طول بنكون فاتحين واكلين منه. وتعالي بقى أقولك على سر لونه الخطير ده، وإزاي يفضل مقرمش معاكي لغاية آخر واحدة، يعني طعم وريحة ونظافة وتوفير وقرمشة رهيبة. واسمعوا بقى كده صوت قرمشته. والله احلى واجمل كمان من بتاع المحلات. يلا بينا بقى على طول نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. بس الاول لو اول مره تشوفي قناتي اهلا بيكي، اتمنى تنوريني وتشرفيني باشتراكك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل وصفه جديده بنزلها. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. الخيار بقى اللي انا استخدمته النهارده يبقى الحجم ده مليان كده شويه، ما يبقاش خيار رفيع. الرفيع بيتخلل بطوله في البرطمان اللي هو يعني التخليل العادي، لكن الطريقه بقى بتاعتنا النهارده محتاجين الخيار التخين شويه علشان يستحمل الميه السخنه اللي احنا لسه هنحطه فيها. هاخده بقى دلوقتي واغسله هو والفلفل غسلة كويسة، وبعد كده بقى هبدأ اقطعه. واول حاجة كده هشيل البوز بتاعه، وبعد كده اقطعه بالطريقة دي بورب او بميل شوية، بس مش رفيع قوي، يعني خلي القطعة فيها سماكة شوية علشان بس ما تتراش او تتهري منك. خلوها بالحجم ده كده. وبعد بقى ما خلصنا تقطيع الخيار كله هجيب بقى الفلفل واقطعه بورب كده زي ما قطعنا الخيار. والفلفل برضو لازم ما نقطعهوش رفيع قوي، يعني خلي فيه سماكة شوية لان الفلفل يعني بيتهري بمنتهى السهولة. فقطعيه بقى بالحجم ده. في الوقت ده بقى هنكون حاطين حلة على النار فيها حوالي 2 لتر من المية، والكمية دي تنفع لكيلو ونص خيار وكمان لل2 كيلو من الخيار. عامة كده يعني هو كيلو الخيار بياخد لتر مية، وكل لتر من المية بياخد 2.5 معلقة من الملح بالمعلقة الكبيرة. يعني لترين المية اللي احنا حاطينهم هناخد 5 معالق كبار من الملح، وهحط كمان عليهم 2 كبار من السكر. يعني لكل لتر ميه بنحط لها معلقه كبيره سكر. السكر بيحفظه وبيخلي المخلل بتاعك يفضل مقرمش لغايه اخر واحده، فاوعي بقى تستغني عنه. وحطيت كمان كام ورقه من ورق اللورا، وكمان نص معلقه كبيره من الكركم، وهو ده بقى اللي هيدي للمخلل بتاعك اللون الخطير بتاعه. ومعلقه كبيره من البابريكا، ونص معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وكمان 1.5 معلقة من حبة البركة، ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة لو حباها سبايسي، مش حباها خلاص تقدري تستغني عنها. وكام فص من الثوم الصحيح، انا بقى ما لقيتش عندي غير مفروم فحطيته. وهحط عليهم كمان كام ورقة من ورق النعناع، وكمان ليمونتين غسلاهم كويس جدا ومقطعاهم لشرايح رفيعة. واخر حاجة بقى هحطها دلوقتي ربع كوباية من الخل. اقلب بقى كل الجمال ده كله مع بعضه. هغطيها بقى دلوقتي واسيبها لما تغلي وتتعقم كده كويس، وكمان تطلع كل المنكهات اللي فيها. واول ما المية تغلي كده هنطفي عليها النار، وبعدين هنجيب الخيار والفلفل بتوعنا وهننزلهم في المية السخنة بالشكل ده كده وهي لسه سخنة على طول. اوعي تسيبيها لما تبرد لان هي دي اللي هتسوينا المخلل بتاعنا. واخر حاجة خالص هحطها عليهم ربع كوباية كمان من الخل. مرضتش في الاول احط عليهم النص كوباية كلها مرة واحدة على المية قبل ما تغلي علشان يفضل ريحته ثابتة وما تروحش او تتبخر مننا. واديتهم كده تقليبة مع بعض كويسة، ونغطي بقى عليه الحلة ونسيبه لغاية ما المية دي تبرد خالص. خد بقى نص ساعة، خد ساعة، كل اللي احنا طالبينه ان المية تبرد على الخيار تماما. وده بقى شكله بعد ساعة كانت المية بردت خالص والخيار اتخلل تماما. يعني بقى لو كنت كده بتعملي غدا وحابة تاكلي كده معاه شوية مخلل حلوين، يبقى هتعمليه قبل ما تجهزي الغدا، وعلى ما تخلصي هتلاقيه اتخلل معاكي وبقى كده حاجة كده في منتهى الجمال. اسهل واسرع واجمل واطعم مخلل في الدنيا، عملناه في وقت قياسي بدون اي مجهود، وريحته وطعمه وقرمشته حاجة كده ما تتوصفش. مش هقولك انه زي الجاهز، لا مفيش مقارنة بينه وبين الجاهز ابدا، احلى وانضف واوفر بكتير. وتعالي بقى اقولك على سر قرمشته الرهيبة دي اللي هتخليه مقرمش معاكي لغاية اخر قطعة.
هنقوم معبيينه ببرطمانات ازاز بقى بلاستيك مش فارقة، ونغطيه كده بالمية بتاعته، وبعد كده هنحطه في التلاجة علشان يوقف عملية السوا، وبكده هيفضل مقرمش معاكي لغاية اخر واحدة. وجربوه بقى وادعولي. وبكده خلاص يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشير، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.